انا مسكت مراتي ضربتها ضربة موت واديتها علقة سخنة وكسرت عظمها وكسرت اسنانها، وكانت حامل وسقطت علشان الموقف اللي هي عملته اللي ما كنتش اتوقع انها تعمله او يطلع منها. واحد بعد قصته وبيحكي وبيقول: انا وحيد امي وابويا مات وسابني معاها، وهي اللي ربتني لحد ما اتخرجت من الجامعه. وهنا جات لي امي علشان تقنعني ان انا اتجوز علشان كبرت في السن وعايزه تطمن عليا، وفي نفس الوقت يبقى في ونيس بما اني ساكن معاها في نفس البيت. وكانت الفكره حاليا ما كانتش في دماغي، بس بعد اقناع من امي قلت لها خلاص دوري لي على عروسه. وفعلا جابت العروسه وقعدت معاها ولقيتها انسانه جميله جدا في الشكل، ودلوعت ابوها بما انها الوحيده على 3 صبيان. وقعدت مع ابوها، وهنا ابوها قال لي على طلباته، ومن ضمنها قايمه كبيره ومؤخر علشان ما تبقاش اقل من بنت عمها. وكانت ساعتها ظروفي طبعا على قدها، وقعدت افكر هجيب الحاجات اللي ابوها طلبها منين. وهنا افتكرت ان في قطعه ارض عندي وارثها من ابويا، وقلت خلاص هبيعها علشان اكمل طلبات ابوها واتمم الجواز. ولما رحت قلت لامي، هنا امي اعترضت وقالت لا يا ابني بلاش، دول ناس عاليين علينا، خلينا في حاجه على قدنا علشان كده انت هتندم بعد كده لو انت اتصرفت في الارض، لان الارض دي سندك في الدنيا بعد ربنا. للاسف طبعا قلت لها لا انا هبيعها علشان انا ارتحت للبنت وارتحت لاهلها، وان شاء الله تبقى دي الزوجه الصالحه. وفعلا بعت الارض وجبت الطلبات اللي ابوها طالبها، وعملت القايمه كمان اللي هو طلبها مني، وحددنا ميعاد للفرح واتجوزنا. طبعا اول ما اتجوزنا اول حاجه قعدت معاها وقلت لها بصي يا بنتي، انا مش عشان وحيد امي هقول لك انزلي او اطلعي براحتك، عايزه تنزلي لامي اهلا وسهلا، مش عايزه تنزلي ليها انت حره، كل واحده ليها عيشتها انت، وشوفي انت عايزه تعملي ايه، علشان انا مش عايز مشاكل، عشان انا عارف ان ممكن يبقى في مشاكل بعد كده فانا بتجنب. هنا لقيتها بترد عليا رد عمر ما كنت اتوقعه، وكنت مبسوط جدا لما قالته. قالت لي انت بتقول ايه؟ لا طبعا دي امك دي زي امي، وانا ممكن انا وانت ننزل تحت ونفطر ونتغدى ونتعشى ونطلع على النوم بس. قلت لها انت بتتكلمي بجد؟ يعني ممكن تعملي كده؟ قالت لي اه طبعا عادي مفيش اي مشكله، الموضوع سهل جدا، انا اللي بقول لك كده، دي امي ولازم انا اراضيها. اول ما سمعت كده اتبسطت لانها وفرت عليا مشوار كبير، لاني كنت بنزل الشغل ومش عارف مين هيطمن على امي بما انها بدات تكبر. وفعلا بدات تنزل عند امي وتقعد طول النهار وانا اروح الشغل. وفي مره وانا راجع من الشغل اتفاجئت لقيتها قاعده على الكنبه وامي جوه في المطبخ. فبسالها انت قاعده بتعملي ايه وامي فين؟ قالت له بتطبخ. قلت لها هو انت ليه مش بتقومي تطبخي معاها؟ قالت لي لا انا ماليش في المطبخ خالص، انت عارف انا ما بعرفش اطبخ ولا بعرف اعمل اي حاجه، انا كنت في بيت اهلي امي هي اللي بتطبخ. قال لها لا خلاص بقى انت ما بقيتش في بيت اهلك، دي المفروض حياتك، والمفروض تقعدي مع امي جوه اضعف الايمان علشان تعلمك الطبيخ. قالت لي حاضر ان شاء الله انا هعمل ده المره الجايه. وفعلا جت المره الجايه وما عملتش اي حاجه، وعرفت انها بتعمل ده كل يوم، وبتقعد على الكنبه قصاد التلفزيون تتفرج عليه او تعمل مانيكير او بتعمل شعرها، وامي هي اللي بتعمل الفطار والغدا والعشاء، وهي ما بتعملش اي حاجه. حتى لما بنقعد ناكل ما بتشيلش مطرحها الاكل. فاستغربت للموقف، وبعد كده قلت لها بصي يا بنتي حاولي تتعلمي علشان المنظر العام ده كده وحش. قالت لي حاضر ان شاء الله، وما بتعملش اي حاجه تانية غير انها تقول حاضر بكره بعده بكره بعده. فسكت. بعدها بكام يوم وانا نازل اطمن على امي لقيتها تعبانه جدا. طلعت لمراتي وقلت لها على فكره امي تعبانه قوي، حاولي تنزلي بقى تروقي وتكنسي وتعملي اي حاجه، وتعملي لها شوربه خضار اي حاجه ليها علشان مش هتقدر تعمل اي حاجه خالص. هنا لقيتها بترد عليا نفس الرد، بتقولي ما انت عارف ان انا ماليش في المطبخ، فانا هنزل وخلاص اشوفها هي عايزه ايه، ولو عايز تاكل ممكن تاكل دليفري مفيش مشكله. هنا سكت، قلت لها ماشي مفيش اي مشكله بس تنزلي لامي. فعلا نزلت لامي، وهنا لا عملت حاجه ولا كنست ولا روقت ولا عملت اي حاجه. ولما امي كانت بتكلمها بتقولها يا بنتي قومي اعملي اي اكل لجوزك علشان قرب يجي من الشغل. وهنا مراتي ردت عليها وقالت لها لا انت عارفه وهو عارف ان انا ماليش في المطبخ، وانا طلبت منه ان هو يجيب اكل دليفري وخلاص على كده. قالت لها لا ابني مالوش في الاكل بره، فقومي حاولي تعملي اي حاجه ان شاء الله شويه مكرونه اي حاجه تعمليها. وهنا بدات المشاده ما بينهم ومسكوا في خناق بعض، والبنت بدات ترد عليها
الام علشان شايله منها بزياده على اللي بتعمله معاهم، فبدات تطلع اللي جوه قلبها. فالبنت ما كانش قدامها اي حاجه غير انها تتصل على اخواتها وهم 3 رجاله وقالت لهم الحقوني بسرعه. جم جري عليها وقعدوا يخبطوا لدرجه ان هم كسروا الباب على حماتها. من هنا بداوا يلوموا حماتها ويزعقوا لدرجه ان هم لموا الجيران، والجيران طلعت علشان تهدي الموقف، وهم بيقولوا لها احنا بنتنا مش شغاله خدامه عند حد ولا ليها في المطبخ وانتوا عارفين كده كويس، ومحدش يطلب منها اي حاجه تاني، وبعد كده لو حد كلمها احنا هيبقى لنا رد فعل غير اللي انت شايفاه ده. وقعدوا يزعقوا، وبعد كده اخدوا بعضهم ونزلوا، والام قعدت تعيط. جه ابنها وهو طالع لقى الجيران بيقولوا له هو الموقف خلص ولا لسه، بيقول لهم ايه اللي حصل لانه سايب امه تعبانه، فخاف يكون في حاجه حصلت. فقالوا له ابدا اخوات مراتك جم وكانوا بيكسروا باب الشقه على امك لدرجه ان صوتهم كان عالي وهم قاعدين بيزعقوا مع امك علشان خاطر مراتك. هنا طلع جري على امه، لقى امه قاعده بتعيط وحزينه، فصعبت عليه، فبيقول لها ايه اللي حصل، فحكت له اللي حصل. بعد كده طلع على مراته على طول من غير ما يفكر، مسكها ضربها ضربه موت لحد ما كسر عظمها واسنانها وقعت، وكمان كانت حامل وسقطت. وهنا البنت لمت حاجتها واتصلت على اهلها وراحت جري وسابت البيت. وبعدها اهلها اتصلوا عليه وقالوا له لازم تطلق مراتك دلوقتي حالا وتديها كل حقوقها والقايمه والمؤخر وكل شيء ليها عندك، بما انك ضربتها ومديت ايدك عليها فخلاص مفيش ما بينكم عشره تانية، ولو ما عملتش ده هنطلع على الاسم ونعمل لك محضر ان انت ضربتها. طبعا بعد كده حاول يقنعهم وحاول يهدي الامر، مفيش فايده، هم قافلين بابهم خالص ومرضوش يرجعوها تاني، وكمان رافضين اي حلول منه، لدرجه ان هو فكر ان هو يجيب ناس وسطة ما بينهم علشان يهدوا الموضوع ويكلموهم، وفي نفس الوقت فكر ان هو يطلقها زي ما هم عايزين. فما بقاش عارف يعمل ايه، هل فعلا يطلقها زي ما هم بيقولوا ولا يحاول يهدي الموقف ويجيب ناس تقعد ما بينهم وتحل الموقف من غير اي خسائر، لانهم طالبين منه برضو الحاجات بتاعتهم، وهو بيقول انا لسه عريس جديد ما فرحتش باي حاجه، وهم عايزين ياخدوا القايمه وياخدوا كل حاجه وانا لسه ما عشتش عليها ولا هي كمان عاشت عليها، فمش عايز اخرب البيت. فانا عايز رايكم، فقولوا لي الراي الاصلح فيهم ايه، لان امي فعلا بتقول لي طلقها علشان خاطر هي مش هتنفع تاني. مبدئيا اساسك في الجواز كان غلط، اخترتها لجمالها وتغاضيت على كل العيوب، وده كان غلط من الاول، لان المرأة تنكح لدينها قبل اي حاجة تانية، جمالها ده في الاخر. دي حاجة. ثانيا انك تبيع الارض اللي هي سندك بعد ربنا في الحياة علشان خاطر جواز، ده صعب برضو. كنت تسمع كلام امك او تخش عليهم وتقول لهم والله يا جماعة انا امكانياتي 1 2 3، هتنفع تمام، مش هتنفع خلاص. كنت تشوف فعلا حد على قد الايد كده زي ما امك بتقولك، بما انك ما كنتش بتحبها ولا كان بينكوا وبين بعض اي مشاعر، يا دوبك انت شفتها عجبتك شكلا وكملت الجواز على هذا الاساس. تاني حاجة بقى ودي الأهم ورأيي في الموضوع عامة، الموضوع كله في رأيي غلط من أوله، والغلط كمان منكم انتوا الاتنين سواء انت أو أهلها. أهلها لما جم وكسروا الباب على أمك وعملوها معاملة وحشة واتكلموا معاها بشكل مش حلو، والمفروض كانوا استنوك لما تيجي أو اتصلوا عليك بالتليفون لأنك راجل البيت وكنت انت اللي ممكن تيجي تحل الموقف بكل هدوء. تاني حاجة، انت لما انت سمعت من امك وطلعت فوق وما هنش عليك كمان تسمع منها وتشوف الدنيا فيها ايه، ومسكتها ضربتها، وكان المفروض ما تضربهاش لان مفيش حاجة اسمها اضربها وكسرها، دي في حد ذاتها كارثة. واحمد ربنا برضو ان هم ما راحوش عملوا لك محضر هناك، كانت هتبقى مشكلة كبيرة. فدي غلطة كبيرة منك، وكنت المفروض في الموقف ده اول حاجة تعملها بعد ما سمعت من امك انك تطلع لها فوق وبكل هدوء. عايز تسمعها اهلا وسهلا، مش عايز تسمعها ولا ليك مزاج تسمعها مفيش مشكله، كنت تخليها تلم شنطه هدومها وبعد كده تبقى توديها عند اهلها، ولما الدنيا تهدى شويه او انها ترجع على اللي هي فيه هتلاقي اهلها بيتصلوا عليك وبيحترموا الموقف اللي انت عملته، وان رد فعلك كان رد فعل مؤدب مش زي رد فعلك. وبكده كنت ممكن هديت الدنيا، بل بالعكس كان يبقى ليك حق تقدر تاخده بعد كده، سواء قعدت ناس او هم ذات نفسهم هيحسوا بغلطهم بعد كده ويحاولوا يلموا الموضوع معاك. الطلاق طبعا مش حل، وتجيب وسيط ليهم وتقعدوا مع بعض وتحاولوا توصلوا للحل الامثل ليكم انتوا الاثنين واللي يرضيكم انتوا الاثنين، علشان خراب البيوت مش بالسهل. المشكله دلوقتي مش مشكله قايمه ولا مشكله حق من حقوقها، المشكله ان انت غلطت وهم غلطوا، والمفروض يبقى في وسيط عنده موازنه للامور
يعرف يحلها بكل سهولة. وطبعا امك على عيننا وعلى راسنا وعلى دماغك وعلى دماغها، والمفروض دي لوحدها عايشة ودي لوحدها عايشة، وترجع تاني ما تجيبهمش جنب بعض، لا دي تأكلها ولا دي تأكلها. انت المفروض انت اللي تود امك وتبرها وملكش دعوة بيها خالص، علشان ما تجيبش مشاكل بينك وبين بعض تاني. متهيألي ده رأيي، وانا هسيب الرأي برضو للمتابعين يكتبوه في الكومنتات. ودي كانت حكايتنا النهاردة، خليكم معايا في حكاية جديدة من حكاوي هناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.